كي درت لنا وكي درت لنا. ميسي وكي درت لنا. قليتنا ربحتنا وحدك. طروا بيت. كل العرب واحد صفر واحد. بدي بس هدف واحد باقي بيت. يا جماعة انسوكم من هاتريك ليونيل ميسي وانه اصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، وركز لي على هاي اللقطة يا رجل، ركز لي على هاي اللقطة. كيفاش نحصلوا هذوك اخواتي والله باش نتفاهموا برك على حاجة عليك، باش نتفاهموا على حاجة اخواتي. بين زقسيكم الشعب الجزائري مازالكم تهضروا على هذه اللقطة؟ يا صاحبي يعني جاي 3000 كيلومتر 30 ساعة بطوموبيل مخلص 20 مليون على التيكي. فضيحة والله فضيحة بحق الجزائر. أنا قلت لكم إن المنتخبين الوحيدين اللي راح يشرفون المنتخبات العربية في كأس العالم هم اولا الخساره قدام منتخب الارجنتين انا شايفها مش كارثه. صدقوني خالتي كلاونا الارجنتين سيطرونا. كي درت لنا وكي درت لنا. ميسي وكي درت لنا. قليتنا ربحتنا وحدك. طروا بيت. هاتريك. كي درت لنا وكي درت لنا. ما جملتش كاع علينا. عاود عملي كنا غير نزعقوا ما تعرفش تزعق انت. كنا غير نزعقوا قلنا نربحوا الارجنتين. كل العرب واحد سعودية واحد قطر واحد قطر مصر واحد المغرب واحد جي عندنا 3-0 3-1 كيما العراق 3-1 ماشي 3-1 على 3-0 صفر واحد. بدي بس هدف واحد باقي بيت. كما كان هذا ما صبر غيبيت يا ربي غيبيت خصني غيبيت 10 واحد. يا جماعة انسوكم من هاتريك ليونيل ميسي وانه اصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، وركز لي على هاي اللقطة يا رجل، ركز لي على هاي اللقطة من الارشيف فار عم تحكي وتعترف بانه ليونيل ميسي كان يجب طرده بهاي اللقطة، كان يجب اعطاء ليونيل ميسي كرت احمر مباشر من بعد تدخله القوي على قدم لاعب الجزائر من الخلف. يخرب بيت ام الجنون. هذه مؤامرة يا اخوت مغرق بيا فرار. ايوا هذه مؤامرة يا اخو والله. كراك كيفاش نحصلوا هذوك اخواتي والله باش نتفاهموا برك على حاجة عليك، باش نتفاهموا على حاجة اخواتي. نتفاهموا على سبا ونمشيو بها يا اخو فاهم. هذه هي يا اخو. يا رجلي يا روح. السبب الاول زيزان السبب الاول زيزانك فاهم. سبب ثاني الرطوبة. سبب ثاني الرطوبة يا اخو الرطوبة. سبب ثالث القجع. يا رجلي هادوما الاسباب يا اخو. خير وحده فيهم ونبداو فيها يا اخو. بين زقسيكم الشعب الجزائري مازالكم تهضروا على هذه اللقطة؟ السيد تحسب كان يلعب في تورنوا ربحنا وحده 1 2 3 فيفا لاجيري. يلعب في تورنوا السيد نورمال دخل نورمال يترشق. إلا ما امنتونيش هاي لا بروف. سيد نورمال عادي. الماركانا 1 2 3 بيت الاول عالمي الثالث عالمي. اي صحيح خرج يريح نورمال. تما ماذا بكم الشعب الجزائري ماذا بكم؟ هذا الا مركنا 3 ولا مركنا 10 غير كيف هذا عنده 8 بالون دور. هذا بطل العالم. هذا جاب المنتخب تاع كاس العالم في السن 36 عام 37 عام. شكون يديرها لك انا خوتي؟ نعلو الشيطان خوتي نعلو الشيطان نورمال. كسلونا بالون كسلونا 48 مليون جزائري نايض يتفرج في 11 جوار راكدين بيهم بلونترينير بكلش صاي. ويجي واحد يقول لك ميسي مشي جوار. العالم كومبلي داير عليه بريسيون وداير عليه ضغط باش ما يتحركش في التيران. كيفاه حنايا مخلي له كاع لي سباس مقودين نتوما. سي نورمال خوتي راه طلع بينا سكور ولا الهداف التاريخي في كاس العالم صاي. 16 بيت هو كلوزو. رونالدو طايره تاع برازيل. مبابي ميلان بيلي ساتيان. او صوتي راح تاني اكو فاهمين وليكم من راني شغل راني في راني في الشوط اكو شايفين. كانوا ما نشوفوهم يلعبوا بيان شغل يلعبوا كذا يديروا اللي عليهم شغل نشوف ما كاش واحد ما يدير لي فرق فاهمين. فهمت ما على باليش اذا في الكاميرا ولا الريال لايف ماشي كيف بس انا كان نشوفهم قدام الاستاد شغل ما قاعدين مريحين هكذا شغل احسن لهم يلعبوا مع المالي والله. شفت هذا الماتش شغل انا شويه وهما راهم بزاف نربحوهم بيان الموند قاعد يتشوكا اقسم بالله. فضيحة والله فضيحة بحق الجزائر. 3-0 والنتيجة قابلة للزيادة. أنا قلت لكم
أن المنتخبين الوحيدين اللي راح يشرفون المنتخبات العربية في كأس العالم هم السعودية والمغرب. هذول المنتخبين فقط اللي راح يقاتلون إلى آخر رمق. الجزائر أكلت نتيجة تاريخية. بعدين هذا الحارس، بالله هذا حارس، ولد الأسطورة زيدان، هذا حارس يا ساتر، أي كورة هدف، أي كورة هدف. أنا لو أحرس مكان هذا الحارس راح أكون أفضل منه ب10 مرات. سوء غير طبيعي. مين اللي خلاه هذا حارس المنتخب الجزائري؟ مين؟ صفر يا الاربيترا وتحليل، صفر يا الاربيترا وتحليل. اولا الخساره قدام منتخب الارجنتين انا شايفها مش كارثه، بس انت عارف ايه اللي يزعل؟ ان منتخب الجزائر النهارده كان بخيل على نفسه وعلى جماهيره، ان منتخب الجزائر النهارده كان يقدر انه يقدم افضل من كده بكتير، ان منتخب الجزائر النهارده انا شفت في اول 8 دقايق منتخب متماسك. انا شايف النهارده فارس شايبي بيسجل هدف لولا تقريبا انه بتقدم ب2 سم كان ممكن الهدف انه يتحسب واتلغى بتاع التسلل، وقبلها ليونيل ميسي كان مسجل برضه نفس الهدف واتلغى. ولكن شفنا منتخب الجزائر في اول 8 دقايق السحر اللي بيقدمه ابراهيم مازا، التحركات الجميله بتاعه فارس شايبي، شفنا منتخب جزائري قادر انه ينقل الكوره، قادر يوصل اكتر لمرمى منتخب الارجنتين. ولكن بعد كده انا ما اعرفش بصراحه. وبعدين انت بتلاعب منتخب فيه ليونيل ميسي، انت عملت مباراه متفصله على ليونيل ميسي، هي دي المباراه اللي بيحبها. يحب قوي ان محدش يضايقه في الرقابه ويسيب له العمق، يقدر يتحرك ما بين الخطوط وكل حاجه، بتمريره بتضرب العمق كله بيتفرج عليها. هشام بوداوي ورامي بن سبعيني وعيسى مندي بيضغط متاخر فبيسجل ميسي الهدف الاولاني. والراجل اللي اسمه لوكا زيدان، تدري يا لوكا زيدان ان انت جبت اكتئاب لابوك زين الدين زيدان وهو قاعد فيهم؟ عارف ان انت ممكن انك تمسح تاريخ ابوك باستيكه؟ عارف ان انت ما تجيش شعر باط الراجل اللي اسمه الريس مبلحي؟ عارف ان انت عامل لي القناع بتاعك وعامل لي فيها بيتر تشيك وانت في الاخر بيتر تشيكن؟ جري يا عم لوكا زيدان. انا عايز لوكا زيدان بتاع مباراه هولندا، مش لوكا زيدان بتاع مباراه نيجيريا. لما شفتك عملت 6 تصديات في مباراه هولندا كنت متفائل بيك جدا، ولكن النهارده واضح جدا ان حارس المرمى بتاع منتخب الجزائر كان نقطه ضعفهم وكان واقف برضه مهزوز. بعد خطرة المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، سادت حالة من الغضب والإحباط بين الجماهير التي رأت أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر، خاصة مع الأداء الباهت في مختلف الخطوط. ورغم الانتقادات الحادة للاعبين والجهاز الفني، اعترف كثيرون بالتفوق الواضح للمنتخب الأرجنتيني وبالمستوى الاستثنائي الذي قدمه ليونيل ميسي بعدما سجل 3 أهداف وقاد فريقه للسيطرة على المباراة. كما أثار التحكيم جدلا بسبب اللقطة، اعتبر بعض المحللين أنها كانت تستوجب طرد ميسي، لكن ذلك لم يمنع الإشادة بما قدمه داخل الملعب. وفي النهاية لم تكن خيبة أمل مرتبطة بالنتيجة فقط، بل بشعور الجماهير بأن المنتخب الجزائري كان قادرا على تقديم أداء أفضل وإظهار شخصية أقوى أمام منافس بحجم الأرجنتين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.